دايما بيبقى عندنا مقدمات، ساعات بنقرا شويه حاجات من على الفيسبوك، لو حاجات قويه او حاجات ليها علاقه بالستات، بتطلبي رايي وانا اقول لكم رايي وهكذا. ولكن مقدمه النهارده هي مقدمه مختلفه شويه لانها علمتني انا شخصيا. ومش كتير بطلع اقول انا في حياتي العاديه بعمل ايه او حصل ايه او ما حصلش ايه، لكن انا محتاجه وعايزه احكي عن الموضوع ده لانه انا اتعلمت وصدقت. اول امبارح كنت معزومه، كان عندي عشاء، ورحت المكان، دخلت المكان قعدت مع صحابي وكذا، وبعدين استأذنت منهم، كنت عايزه اروح حته وارجع تاني. قمت قابلت واحده، يعني ما بين الترابيزات قمت قابلت سيده لطيفه جدا. فالسيده دي قالت لي ممكن اتصور معاكي، فانا رديت عليها قلت لها طبعا. احنا بنحس انه انا مش بعمل كده مع مشاهير، بس انتي اختنا وانا بحس ان انتوا اهلي، فما بستغربش وما بتضايقش وما بزعلش. على فكره انتي السبب ان انتي غيرتي حياتي لخير. انا كنت متزوجه وكنت سعيده مع زوجي لشويه وقت، وبعدين مع الحياة ومع الخلفة ومع خني. طيب عملتي ايه؟ كنت بسمع الفيديوهات بتاعتك وكذا وبتاع واتطلقت. فأنا سكت. طيب عملتي ايه بعد الطلاق؟ قويت واشتغلت وعملت ومش عارفه ايه وبتاع وكذا. في اللحظه دي انا عايزاكم بس تبقوا فاهمين معايا، يعني او تركزوا معايا. وانا بتكلم معاها احنا وقفنا نتصور بعيدا عن ترابيزتها وبعيدا عن ترابيزتي، ثم واحنا ابتدينا نتمشى، واحنا بنتمشى لحد ترابيزاتنا اللي هي جنب بعض اصلا، هي بتحكي لي الشوت ماشي كده، هي بتحكي لي انه هما الاتنين، او عفوا هي مطلقه خلاص، الموضوع منتهي. لحد قبل الترابيزه بتاعتها، قبل ما اوصل ترابيزتها، كان في راجل قاعد على الترابيزه. الراجل بيبص لي، فانا بقول لها طيب وعملتي ايه بقى، اتخطبتي وبتاع؟ فراحت قالت لي لا، رجعت له، رجعت لطليقي جوزي ابو عيالي. الشوت ده هو انا خلاص كنت، يعني انا ماشيه معايا الشوت ده وهي مطلقه من جوزها، وقفت عند الشط بتاع ان جوزها قاعد قدامي على الترابيزه وانها مراته للمره التانيه. فانا اتثبت. فقالت لي على فكره رجعت له برضه بسببك، رجعت له برضه بسبب فيديوهاتك، لما لقيت ان هو شخص اتغير، وان هو بيحبني، وان هو باقي عليا، وانه اتعلم من خطأه، فرجعت له. رجعت له لان هو اولى بيا من اي حد، واولى بيا من اي راجل تاني. رجعت له لما كنت انتي بتكلمي على الفرصة التانية. فانا بصيت للراجل بقيت مش عارفة اقول له ايه، انا سبب طلاقك وسبب رجوعتك ولا ايه ولا يعني. فسألتها السؤال، قلت لها هو ينفع واحدة تتطلق من راجل وترجع له تاني؟ نفس الإحساس يعني ينفع واحدة ست تقرر إنها مش عايزة راجل وبعدين ترجع له وتبقى مبسوطة معاه وتبقى فرحانة معاه وتحس بنفس الأحاسيس بتاعت زمان وتبقى مطمنة؟ لأنه مش يعني لأنه الست أصلا لما بتفكر إنها تقول إنها عايزة تتطلق بتبقى واصلة لمرحلة كده صعبة قوي يا جماعة، لأنه الطلاق مش سهل والطلاق مش لعبة. قالت لي أنا مبسوطة معاه قوي وفرحانة قوي إن أنا رجعت له، وفرحانة قوي إن هو جوزي للمرة التانية. فالحقيقة في رجالة تستاهل ان احنا نرجع لهم، في رجالة تستاهل فرصة تانية، لو باقي، لو بيحب، لو اتعلم خطأه، لو مقرر انه او شايف انه بعده عنك لفترة ما ضايقه وعذبه، وكان حاسس ان هو حياته مش حلوة من غيرك. في رجالة تستاهل فرصة تانية، وترجعي
او ممكن ترجعي احسن من المره اللي قبلها، ويكون الراجل ده زي ما الست دي قالت لي اولى بيكي من اي راجل تاني. فانا قررت احكي الموقف في بدايه الحلقه، وقررت اقول ان انا اتعلمت من الست دي، لان كان عندي بعض من الشكوك في موضوع الفرصه التانيه. كنت بشوف انه حتى لو الشخص اللي قدامي اتغير ما يستاهلنيش تاني، او ما يستاهلش انه يحتفظ بيا في حياته، ان انا اكون موجوده في حياته بعد اللي عمله فيا. لكن بعد الحكايه دي صحيح ممكن ادي واحد فرصه ويطلع اوحش من المره اللي قبليها، لكن في رجاله تستاهل يا بنات فرصه تانيه. فلو انت عندك راجل شايفه ان هو يستاهل فرصه تانيه، وشايفه ان هو بيحبك وباقي عليكي، اعملي استخاره وممكن تديه فرصه تانيه. لسه في فرصه تانيه، ممكن.